فكرة بيع مجوهراتي خارج مصر بأعلى سعر ولا بيعهم محمد علوي باشا. هناك مجوهرات توارثتها وهناك لا، منهم عقد من الزمرد وعقد من أحجار الألماس البرلند وقطع من الألماس جزء دائري بواسطه حجر وزن 20 قيراط وحوالي 10 قطع، وسلسلة مطعمة ب14 قطعة كبيرة و56 قطعة صغيرة من الألماس البرلند شكل ريشة، وقلب يخترق السهم، وسلسلة من الذهب، وقطع مجوهرات أخرى مثل خاتم فص هرمي من الألماس المائل للزرقة. مال المال الذي جاء من المجوهرات 70,000 جنيه. المهندسين وخبراء البراعين لبنائها على أحدث طراز. في يوم الاثنين 30 مارس عام 1914 قام بإنشاء الاحتفال لوضع